لو حبينا نشخص نبتدي منين بالظبط؟ لان بصراحه الحكايه طويله قوي. من وجهه نظري الصح ان احنا نبتدي من اللحظه اللي الاهلي اتعامل فيها مع بناء فريق كانه بيتعامل مع عمليه تجميل. اعتقد دي اصل الحكايه بجد. على غير عاده الاهلي انشغل في جني ارباح المكاسب، فما خدش باله ان الفريق في حاجه لعمليه بناء مش عمليه تجميل. الفريق اللي معدل اعماره زاد جدا كان لازم يتم اعاده بنائه في اكتر من ميركاتو. لكن اللي حصل ان اداره النادي الاهلي تغاضت عن ده وفوتت اكتر من ميركاتو علشان تلاقي نفسها رايحه كاس العالم بفريق معدل اعماره عاليه ومحتاج يجيب لعيبه نجوم تشيل الفريق. فلما جت النجوم لقت نفسها مفيش انسجام بينهم وبين بعض وبينهم وبين الفريق نفسه ولا بينهم وبين مدير فني اصلا جديد واول ماتش ليه رسمي في كاس العالم للانديه، غير ان طريقه لعبه ما يعرفهاش لعيبه الفريق. وانت بتتعاقد مع ريبيرو ما خدتش بالك انه بيلعب كوره غير اللي الفريق متعود عليها وبيلعبها؟ ولو انت فعلا عايز تلعب بالطريقه اللي بيلعب بيها ريبيرو، طب ما خدتش بالك ان ده محتاج وقت كبير محتاجينه اللعيبه علشان يهضموا الطريقه اللي عمرهم ما لعبوا بيها، وعلشان كمان يلاقوا نفسهم بيجيدوها ويحافظوا على نتائجهم اللي هي نتائج النادي الاهلي اللي جمهوره لا يقبل الا الفوز. النادي الاهلي عنده هويه واضحه وهي الفوز والبحث عن الفوز ولا شيء غيره. انت جبت لعيبه جديده وعندك لعيبه قديمه بمعدلات اعمار كبيره ومدير فني كبير، وكل ده بيلاقي نفسه داخل كاس عالم ومفيش حد فيهم عارف حاجه عن التاني. واول النتائج ان احنا خرجنا من دور المجموعات اللي احنا كنا نقدر بسهوله نعديه، خاصه بعد ما شفنا مستويات الفرق اللي بتقابلنا. اللي استفزنا كجمهور النادي الاهلي مش اننا خرجنا بسبب ان المنافس اللي بننافسه اقوى مننا، اللي ضايقنا ان احنا دخلنا بطوله نقدر نعمل فيها نتائج افضل بكتير ولكن بدون استعداد جيد يناسب حجم الحدث. انت بدل ما تدخل البطوله بمنطق المقاول اللي عايز يبني عماره كبيره، دخلت بمنطق مقاول تاني بيشطب شقه ايجار قديم. اول لما الموسم بدا كل الاخطاء بدات تظهر. مشاركه باهته في كاس العالم للانديه، اداء سيء في بطوله افريقيا، اداء اسوا في الدوري العام، خروج مضحك من كاس مصر البطوله الوحيده اللي انت خدتها وحفظت ماء وجه الفريق، بطوله السوبر على حساب الزمالك. واسوا ما في الموضوع فقدان الاهلي لمقعده في دوري الابطال من 23 سنه، اول بطوله تقام بعدم وجود النادي الاهلي. شيء محزن جدا ولكنه نتيجه طبيعيه لموسم ولا اسوأ لفريق تم التعامل مع إعادة بنائه بمنطق عمليات التجميل. الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن البناء ذات نفسه، مين جبناه ومين سبناه وإيه اللي اتصرف واتصرف ليه وهل اتصرف صح ولا لا. نتقابل الحلقة الجاية ونتكلم كتير عن التفاصيل.